ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح شابتر 2. زي ما احنا مكملين في كورس الاي تي، انترنت تكنولوجي. تمام. النهارده هنشرح شابتر 2. ان شاء الله شابتر 1 كان يبقى لذيذ وخفيف عليكم. شابتر 2 هو اطول شويه. تمام. وفي تفاصيل اكتر حبتين وكده، بس باذن الله يبقى سهل. ومتقلقوش، الموضوع كله معتمد إنك تفهم وتعرف تحفظ كويس بس. وزي ما قلتلكوا هي كلها مادة عبارة عن إن أنت بتفهمها كويس عشان تعرف تحفظها، لأنها فيها حفظ كتير بس أنت مش هتعرف تحفظ الحفظ ده كله من غير ما تبقى فاهم بنسبة كبيرة جدا يعني. أوكي. تمام. إيه اللي هناخده في الشابتر ده؟ إحنا هناخد حاجات زيادة عن اللي خدناها في الشابتر اللي فات بالتفاصيل أكتر، وحاجات مختلفة وحاجات جديدة النهاردة. تمام؟ تمام. الشابتر ده طبعا أول حاجة هو بيديفاين النتورك. تمام، إن احنا نعرف النتورك. طبعا احنا كده كده عرفنا يعني ايه نتورك من الشابتر اللي فات، هو بس بيديك مدخل كده لباقي الشابتر النهاردة. اوكي. عندنا حاجة اسمها intermediate devices، هنعرف ايه هما ونقارنهم ببعض. اوكي. وهناخد حاجة اسمها bridges، ونعرف الراوترز ونعرف الفرق بينهم. وهنعرف ايه انواع النتورك المختلفة. اوكي. والكلاسيفيكيشن بتاع النتورك، تقسيم النتورك كام جزء وكده. نعرف حاجات كتير عن النتورك وتفاصيل اكتر عنها. تمام. وهنعرف البروتوكولز المختلفة. تمام. اول حاجة هنا بقى بيقول لنا يعني ايه نتورك. النتورك هي جروب من الكمبيوترز والأجهزة المتصلة مع بعض. تمام. بس هي دي النتورك عبارة عن كمبيوترز وأجهزة كلها كونكتد مع بعض. تمام. عندنا حاجة اسمها نتورك تيرمز. ايه الأهم التيرمز الموجودة عندنا النود والكلاينت والسيرفر والدايركتوري سيرفر والهوست والسويتش، وعندنا أكتر منهم تاني، نعرف ايه دول كلهم. تمام. أول حاجة النود هو أي جهاز، أي هاردوير عموما متوصل على النتورك هو يعتبر نود. تمام. زي الكمبيوتر او البرينتر او ستورج ديفايس او اي هاردوير، اي كومبوننت هاردوير متوصل على النتورك ده بنعتبره نود. اوكي. تمام. عندنا حاجه اسمها هوست. طبعا هي هنا مش مترتبه اهو في السلايدز، فانا هشرح بالترتيب اللي ممكن يبقى احسن شويه. تمام. عرفنا النود، دلوقتي عندنا حاجه اسمها الهوست ده هو عباره عن ايه؟ هو اي جهاز. تمام. متوصل بالشبكة وعنده اي بي دي. تمام. وهو اي جهاز عموما بيعرف يأكسس على النتورك وكمان يستقبل ويرسل بيانات. تمام. هو يعتبر هوست. تمام. بس طبعا مش كل نود هو هوست، يعني طبعا انت دلوقتي هنفتكر ايه؟ طب ايه الفرق بين النود والهوست؟ لا، النود ده اي هاردوير عموما، انما الهوست ده لازم يبقى جهاز زي سيستم كمبيوتر، هو مخصص انه ممكن ينقل بيانات ويستقبل بيانات والكلام ده كله. تمام. يعني مثلا البرينتر هي ما تعتبرش هوست. ليه؟ لان البرينتر هي ما مش بتستقبل بيانات ولا بترسل بيانات. اوكي، هي جاست انها بتبرنت حاجه مثلا. تمام. انما مثلا اي كمبيوتر او اي جهاز مثلا اتنين متوصلين ببعض، الجهازين متوصلين ببعض ولا حاجه، فبيبعتوا لبعض داتا. تمام. هنا يبقى دول اسمهم هوست. تمام. تمام. عندنا حاجه اسمها سيرفر. السيرفر ده هو الجهاز كمبيوتر برضو ممكن نعتبره نود، بس نود قوي. اوكي. وهو اللي بيخدم بقية الأجهزة اللي في النتورك. تمام. تمام. يبقى السيرفر هو نود قوي. طبعا احنا قلنا اي هاردوير جوه النتورك هو اسمه نود. تمام. فالسيرفر هو برضو عبارة عن كمبيوتر هاردوير. تمام. فعشان كده بنقول هو نود. تمام. وهو نود قوي، يعني هو نود قوي ومسؤول انه يخدم بقية الأجهزة اللي في الشبكة. اوكي. لو عايزين تعرفوا انواع السيرفرز اكتر، موجوده في الملزمه اللي هحطها لكم في الديسكريبشن يعني. تمام. لان احنا مش مطالبين ان احنا نعرف انواع السيرفرز المختلفه. اوكي. عندنا حاجه اسمها الكلاينت ده هو نود برضو. تمام. تمام. بيريكوست من السيرفر انه يطلب منه خدمه، يعمل له خدمه. تمام. زي مثلا لما تفتح البراوزر.
اوكي. وانت جهازك كده بيكون كلاينت، لان انت لما بتفتح البراوزر انت اوريدي بتبقى هتعمل حاجه على البراوزر ده. اوكي، هتسيرش على ويب سايت معين، او هتفتح ايا كان تفتح ايه، بس انت اوريدي دخلت على البراوزر، فانت هتريكوست حاجه من السيرفر، والسيرفر مسؤول انه يقدمها لك. اوكي. فهي دي الفكره، انت ككلاينت او اي جهاز هو بيخش على الشبكه. تمام. وهو كل اللي بيعمله انه بيطلب حاجه من السيرفر ده، هو ده يعتبر كلاينت. تمام. اوكي. عندنا حاجة اسمها دايركتوري سيرفر، وهو ده سيرفر متخصص في انه بيدير ال الداتا. تمام. عن الأجهزة واليوزرز اللي في الشبكة. اوكي. يعني هو زي القائمة اللي فيها بيانات كل اليوزرز اللي في الشبكة. تمام. والاكسس بتاعهم او الصلاحيات بتاعتهم. اوكي، البرميشنز بتاعتهم. تمام. عندنا حاجة اسمها سويتش. السويتش ده هو سنترال نود. اوكي، يعني زي مركز، هو نود، هو النود المركزي بتاع الشبكة. تمام. هو المسؤول عن الداتا فلو اللي بتتبعت بين السندر والريسيفر في السيرفر والريسيفر نودز. اوكي. يعني احنا زي ما قلنا، احنا عندنا في النتورك عندنا نودز كتير، اي هاردوير يعتبر نود. تمام. وزي ما قلنا ان في من النودز دي اللي احنا بنسميهم هوست، اللي هم بيقدروا يسند ويريسيف الايه، الداتا. اوكي. السويتش بقى هو نود، ما يعني سنترال نود بينهم، بين كل الاجهزه. اوكي. هو المسؤول انه بينظم الداتا فلو. اوكي. بين السندر والريسيفر. اوكي. دي الاختلاف اللي بينهم. تمام. عندنا الابلكيشنز بتاعت النتورك: ريسورس شيرنج، انفورميشن شيرنج، كوميونيكيشن، ريموت كومبيوتنج، ديستريبيوتد بروسيسنج. يعني كلها حاجات بس جاست انك تحفظها. لو عايز تفاصيل اكتر، طبعا احنا مش مطالبين، يعني هنا حتى مفيش تفاصيل اكتر للفهم، بس لو عايز تتوسع اكتر في إن تفهم ايه دول اكتر، موجودين في الملزمة. تمام. تمام. إيه بيقول لك هنا: how computers send data. ازاي الكمبيوترز بتقدر تبعت الداتا. تمام. اول حاجة، علشان الكمبيوتر يقدر يبعت او يستقبل اي داتا على الشبكة، لازم يكون عنده ايه، الاربع حاجات الاساسية دول لازم يبقى فيه. الحاجات دول تبقى متواجدة، اللي هي communication channel، connection method، وبروتوكول، وادرس. نعرف كل واحدة بالتفصيل. اوكي. اول حاجة الشانل دي الخط اللي بيمشي فيه الداتا من الكمبيوتر للتاني، او من السندر للريسيفر. اوكي. زي ايه، زي ممكن يبقى فيه كابل، فيزيكال كابل عادي، او فيزيكال كونكشن، او الواي فاي. تمام. فايا كان الطريق اللي بيمشي فيه اللي الداتا بتمشي فيه من جهاز للتاني، دي اسمها الشانل. تمام. تمام. في عندنا الكونكشن ميثود، دي اللي هي ايه، دي الطريقه اللي الاجهزه بتتصل بيها ببعضها، زي الايثرنت او الواي فاي. اوكي. يعني زي مثلا انت متوصل بكابل، او متوصل عن طريق الواي فاي، يعني وايرلس. اوكي. دي طريقه الكونكت او الكونكشن اللي بين الجهازين. تمام. تمام. والبروتوكول طبعا ده احنا عارفينه من الشابتر اللي فات، اللي هي ايه، القواعد اللي بتنظم التبادل الداتا بين الأجهزة. اوكي. والادرس طبعا لازم يكون كل جهاز، زي ما قلنا لازم يكون ايه، احنا هنا قلنا شرحنا الكوميونيكيشن شانل والكونكشن ميثود والبروتوكول، وفي الادرس بقى اللي هو الادرس بتاع كل جهاز، زي ما قلنا في الشابتر اللي فات، كل جهاز على النتورك لازم يكون ليه ادرس مميز ليه. اوكي. تمام. عندنا الكوميونيكيشن شانلز. هي دي الوسائل اللي ايه، زي ما قلنا، هي دي الوسيلة اللي بتنقل من خلالها الداتا من بين الأجهزة على النتورك. تمام. هما عبارة عن نوعين. اوكي. physical connection، زي ما قلنا physical connection يعني بكابل، او wireless connection، وهنعرف ايه الانواع اللي هنا والانواع اللي هنا. تمام. الفيزيكال كابل او الفيزيكال كونكشن، سوري، ده النوع اللي بيعتمد على الكابل او الاسلاك. تمام. علشان تنقل الداتا بين الأجهزة وبعضها. اوكي. وغالبا هو بيبقى أسرع ومستقر أكتر من الوايرلس. اوكي. الوايرلس ممكن يحصل خلل في طريقة الكونكشن أو كده، إنما الفيزيكال أنت أوريدي بتوصله دايركت، يعني أجهزة بتوصلها ببعض دايركت بإيه، بكابل. تمام. عندنا 3 أنواع منهم. اوكي. دول أكتر 3 أنواع مشهورة عندنا: التويستد بير كابل. تمام. ده بيستخدم في التليفون لاينز والايثرنت كابل. اوكي. لو تاخد بالك اصلا الكابل ده شبه السلك اللي ممكن توصله من الراوتر اللي عندك في البيت للكمبيوتر. اوكي. فده من انواع الكابلات اللي تعتبر فيزيكال كونكشن طبعا. تمام.
هو اكتر نوع منتشر في الشبكات الداخلية. اوكي. وبيبقى عبارة عن سلكين نحاسين ملفوفين ببعض كده. اوكي. زي الكابل الايثرنت زي ما قلنا، اللي هو اللي بيوصل للكمبيوتر بالراوتر. تمام. تمام. ده الكوكسيال كابل. هو عبارة عن single solid copper core. تمام. هو كان بيستخدم زمان في شبكات التلفزيون والإنترنت. اوكي، قبل ما يبقى فيه، قبل الفايبر اوبتيك كابل. تمام. كان فيه الايه الكوكسيال كابل. اوكي. وبيتكون من، هو عبارة عن سلك نحاس كده، تمام، وطبقة عازلة وطبقة خارجية معدنية. تمام. اوكي. هو مش بيستخدم كتير دلوقتي في الشبكات الحديثة عموما. اللي بيستخدم حاليا وهو أسرع وأحدث، اللي هو الفايبر أوبتيك كابل. تمام. هو بيترانسميت الداتا، أو بيبعت الداتا أو بينقل الداتا زي أكنها إيه، بولسز فلايت. أوكي. بيستخدم الضوء بدل الإشارات الكهربائية. تمام. عشان ينقل الداتا، وده بيخليه أسرع وأسرع وأحسن بكتير من الكابلات النحاسية اللي قبليه. تمام. طبعا بيدعم سرعات أعلى وكواليتي أعلى بكتير من الكابلات اللي قبلها. أوكي. فعموما إحنا عندنا أحسن كابل فيهم اللي هو الفايبر أوبتيك. أوكي. وده تقريبا التويستد بير، ده اللي هو أقل واحد فيهم من حيث السرعة وكده. أوكي. آه، او عشان ما لخبطكوش يعني، سيبك من اول اتنين دول. احنا كده عرفنا التلات التفاصيل بتوع التلات كابلات اللي عندنا. انت بس المعلومه الزياده اللي عندك ان الفايبر اوبتيك كابل ده اسرع واحد واحدث نوع فيهم. اوكي. تمام. طبعا تفاصيل زياده اللي أنا قلتها دي مش مهم انك تبقى حافظها قوي لانها مش موجوده هنا. اوكي. بس للعلم اكتر، وموجوده الحاجات دي كلها موجوده تاني مكتوبه في الملزمه. اوكي. وممكن تبقى تفتح الملزمة بالديسكريبشن علشان تبقى فاتح كل جزئية جنبي وأنا قاعد بشرحها، ده هيبقى أحسن بكتير يعني. أوكي. تمام. خلصنا كده الفيزيكال كونكشن، هنخش على الوايرلس كونكشن. تمام. وأنواعه. أول حاجة، الأنواع اللي عندنا زي البلوتوث. أنت دلوقتي لما توصل جهازين ببعض عن طريق البلوتوث دي، أنت كده في كونكشن بينهم. تمام. عن طريق البلوتوث، وده وايرلس من غير كابل. أنت مش بتوصل مثلا تليفونين ببعض بكابل، طب أو بسلك، أنت بتوصلهم بلوتوث، دي حاجة وايرلس. أوكي. طبعا عندنا الواي فاي. تمام. وعندنا المايكرويف دي مش المايكرويف اللي بيسخن الأكل، دي نوع من الاتصالات. اوكي. من طريقة الاتصال اللي بتستخدم الويفز بتاعت الراديو. تمام. اللي الفريكونسي بتاعها عالي عشان تنقل الداتا لمسافات طويلة. اوكي. هي طبعا التفاصيل دي مش مهم انك تعرفها برضه قوي، بس للعلم يعني. عندنا الانفراريد. دي كانت زمان بتستخدم في ريموت التلفزيون مثلا او كده، او التليفونات القديمه. هي دلوقتي طبعا استخدامها محدود جدا. اوكي. بس هي دي الطريقه اللي كانت تقدر توصل بيها مثلا الريموت بالتلفزيون مثلا. اوكي. ده انت ما هو الريموت ازاي بيتحكم في التلفزيون؟ لازم يبقى في بينهم تواصل. التواصل ده عن طريق ايه؟ كان عن طريق الانفراريد. اوكي. تمام. عندنا حاجه اسمها وي ماكس. هي زي تكنولوجي كده، للوايرلس انترنت. السرعة بتاعتها عالية جدا، وبتستخدم الميكرويف في إنها تنقل الداتا لمسافات كبيرة. أوكي. تمام. عندنا السيلولار، وهو نظام الشبكات الموبايل. أوكي. اللي بتستخدم عشان نتكلم بعض ونخش على الإنترنت وكده. تمام. عايز تعرف تفاصيل عنها أكتر برضو موجودة في الملزمة، وهي تفاصيلها مش كتير، هي عبارة بس حاجات بسيطة، ومش مهم إنك تعرفها أوي، جاست إنك تعرف إن إن النوع ده موجود من الإيه، من الوايرلس كونكشنز. تمام. عندنا الساتلايت أو الأقمار الصناعية يعني. أوكي. الأب لينك اللي هي سرعة إنك تسند داتا أو كده للساتلايت. والداون لينك اللي هي إيه، إنك تستقبل الداتا من الساتلايت. أوكي. من الأبليكيشنز بتاعتها الجي بي إس، كان اللي هو نظام تحديد المواقع، اللي هو انت عن طريقه بتعرف مثلا انك ت... يعني زي ما تقول بتعمل سيرش على مكان معين، فالساتلايت بيجيبه لك ويبعت لك الايه النتيجة، يوريك النتيجة بتاعته، اللي هو الجي بي اس يعني. اوكي. طبعا اغلبنا استخدمنا الجي بي اس، فنبقى فاهمين الموضوع ده يعني. تمام. عندنا هنا بيقول لنا التليفون بيسند ويرسيف انالوج سيجنال. تمام. والكمبيوتر بيستخدم ديجيتال سيجنالز، دي السيجنالز اللي الكمبيوتر بيفهم. تمام. عندنا بقى جهاز اسمه مودم، ده بيستخدم انه يحول الديجيتال سيجنالز لانالوج سيجنالز والعكس.
اوكي تمام. ايه هو المودم ده؟ المودم ده اختصار لكلمة موديوليتور دي موديوليتور. اوكي. هو ايه المودم بيعمل ايه؟ هو enable الديجيتال مايكرو كمبيوترز to communicate across different media including telephones wires وكيبل لاينز والراديو ويفز. يعني ايه؟ يعني هو الجهاز اللي بيحول الاشارات من ديجيتال لانالوج علشان يخلي الكمبيوتر يقدر يتواصل مع الشبكات المختلفة، تمام، زي خطوط التليفون والكابلات والراديو ويفز. اوكي. طب ازاي المودم بيشتغل؟ بيعمل حاجه اسمها موديوليشن ودي موديوليشن. تمام. الموديوليشن هي تحويل السيجنالز الديجيتال لانالوج. اوكي. والدي موديوليشن دي تحويل السيجنال للانالوج للديجيتال. اوكي تمام. عندنا السبيد اللي بتتقاس للترانسميتنج داتا اسمها ترانسفير ريت. تمام. يعني الترانسفير ريت دي ايه؟ دي سرعة السندنج والريسيفنج بتاعت الداتا من خلال المودم. اوكي. بتتقاس بوحدة ايه؟ بتتقاس بالبيتس بير سكند، عدد البيتس اللي بتتنقل من الداتا في الثانية. اوكي. طبعا هي بتتقاس بملايين البيتس. اوكي. ودي الوحدات بتاعتها كيلو بيتس والميجا بيتس والجيجا بيتس والتيرا بيتس. اوكي. آه، المهم ده طبعا هنا الوحدة وقدامها كامل البت، عدد البيتس اللي بتنقلها في الثانية. اوكي تمام. عندنا ثلاث انواع للمودمز. عندنا ال DSL والكيبل مودم والوايرلس مودم. اوكي. ال DSL ده بيستخدم خطوط الفون او خطوط التليفون من غير ما يعطل المكالمات زي ما احنا قلنا في الشابتر اللي فات. اوكي. هو بيستخدم الخطوط بتاعة التليفون بس برضه بيخلي عادي انك تستقبل وتعمل مكالمات. اوكي. الكابل مودم بيوز السيم كوكسل كابل اللي في التلفزيون. اوكي. ده بيوصل الانترنت بس بنفس كابلات التلفزيون، تمام، اللي هي الكوكسل. اوكي. عندنا الوايرلس مودم. ده بيستخدم الشبكات زي ال 4G وال 5G اللي هي بيسموها الشبكات اللي هي شبكة من غير أسلاك. أوكي. شبكة من غير كابلات. فهو بيستخدم الشبكات دي اللي هي زي ال 4G وال 5G علشان يوصل الإنترنت. أوكي تمام. يعني مثلا دلوقتي أنت لو عندك مثلا خط أرضي أوكي في البيت والإنترنت متوصل عليه فأنت بتستخدم DSL. اوكي. مثلا بس لو عندك USB صغير كده بيديك انترنت، ده يعني بيديك انترنت او بيسمح لك ان يبقى معاك انترنت في اي مكان، ده الوايرلس مودم. اوكي. المهم دلوقتي عندنا حاجه اسمها intermediate devices. بيتقسم لحاجات كتير، work stations و network interface card و file servers و repeaters وال bridges و switches والكلام ده كله والhubs. هنعرف كل دول دلوقتي والراوترز والجيت ويز. تمام. هنبدأ نعرف كل دول دلوقتي. الورك ستيشن هو كمبيوتر آه، متوصل بالشبكة. أي جهاز كمبيوتر عموما متوصل بالشبكة اسمه ورك ستيشن أو كلاينت. أوكي. بيكون جواه ال NIC أو ال Network Interface Card ده علشان يقدر يتواصل مع باقي الأجهزة اللي في النتورك. أوكي. يعني ايه بقى؟ يعني تفصيلا بس بسيط. الورك ستيشن زي ما قلنا هو اي جهاز كمبيوتر متوصل على الشبكه. اوكي. وال ال اي سي اللي جوه الورك ستيشن ده اللي بيخليه يقدر يتواصل مع اجهزه الشبكه كلها. تمام. ال ان اي سي ده دي قطعه هاردوير عباره عن كارت كده جوه الجهاز. وظيفته انه يخليه يقدر يتوصل مع مع الشبكه. تمام. يقدر يتوصل بالشبكه. اوكي. وكل كل كارد من من ال ان اي سي ده ليه ادرس. تمام. بيكون مميز وثابت وما بيتغيرش. اوكي. زي مثلا رقم الشقه بتاعتك او كده. تمام. يعني دي ادرس ليك مش بيتغير. أوكي. يعني ال ان اي سي بيديك ادرس او هو بيبقى ليه ادرس مميز. تمام. كل كارت ان اي سي ده بيبقى ليه ادرس مميز. وفي نفس الوقت هو موجود كقطعة هاردوير جوه الجهاز بيسمح لك انك تقدر تتوصل بالشبكة وتتواصل مع بقية اجهزة الشبكة كورك ستيشن يعني. تمام. فهو الاتنين يعتبر حاجتين في بعض. يعني النتورك انترفيس كارد ده بيبقى جوه الورك ستيشن. اوكي تمام. عندنا الفايل سيرفر ده جهاز كمبيوتر قوي جدا.
اوكي. عنده high capacity large hard drive contains a network operating system. تمام، يعني ايه؟ يعني سعته كبيرة جدا انه يخزن كمية كبيرة من الداتا والفايلز. تمام. وفي نفس الوقت يعني يخلي بقى الأجهزة اللي في الشبكة تقدر تستخدم الداتا اللي هو مخزنها دي بسهولة جدا. اوكي. زي هو يعني ايه؟ يعني الفايل سيرفر ده اكنه مكتبة ضخمة وكبيرة جدا، بتسمح مثلا لكل الناس انها تقدر توصل للمعلومات اللي جواها بسهولة. اوكي. تمام. عندنا الريبيترز، ده بيقول لك used to regenerate السيجنالز. تمام. السيجنالز عشان بتتنقل لمسافة بعيدة فممكن تضعف، فعشان كده بنستخدم الريبيترز دي. تمام. يعني الشبكة اما تضعف، لا، كل ما المسافة تبقى أبعد. مثلا لو الشبكة بتستخدم كابلات سلك، فالإشارة ممكن تضعف. فالإشارة لما تضعف بسبب بعد المسافة بيجي دور الريبيتر. تمام. ده بيقوي الشبكة، بيقوي الإشارة. تمام، السيجنالز اللي جوه الشبكة، عشان تفضل قوية قوية وما يحصلش ايه الداتا، ما نفقدش الداتا اللي جواها. اوكي. تمام. البريدجز ده كل وظيفته انه يربط شبكتين لان. تمام، يربط تو لانز ببعض. تمام، بشرط يكونوا من نفس النوع، وهنعرف يعني ايه من نفس النوع دلوقتي. اوكي. مش بيبعت البيانات لاي جهاز عشوائي، هو بيفلتر الداتا ويوصلها بس للجهاز اللي هو محتاجها. اوكي. يعني البريدج ده عبارة عن ايه؟ هو حاجة بتوصل شبكتين ببعض. تمام. بس شبكتين لانز، ال ان يعني اللي هي لوكال اريا نتورك، شبكتين محلية. تمام. ومن نفس النوع، علشان يقدر يبعت، او هو وظيفته انه يفلتر الداتا ويوصلها للجهاز اللي محتاجها او الجهاز اللي طالبها. اوكي. تمام. الراوترز، الاول حاجه بس عشان نعرف الفرق بقى، نخش على الراوترز عشان نعرف الفرق بين البريدجز والراوترز. تمام، بما انهم ورا بعض يعني الاتنين في ديفرنس بينهم. فنخش على الراوترز الاول، بعد كده نرجع للي قبلهم. اوكي. الراوتر هو عباره عن ايه؟ هو جهاز ذكي جدا. تمام. هايلي انتليجنت ديفايس. تمام. بيربط شبكات مختلفة ببعض، شبكات مختلفة من نوع برضو، يعني أنواعها مختلفة ببعض. أوكي. وبيحدد أفضل باس أو the best pass for sending data. بيحدد الطريقة الأمثل أو الأحسن إن الداتا تتسند وتريسيف من جهاز للتاني. تمام، عشان توصل للمكان الصح في أسرع وقت. أوكي. زي بالظبط كده ظابط المرور. اوكي. تمام، بيبقى واقف في مثلا في شوارع كتير داخله في بعض، ميدان مثلا. اوكي. فيبقى شوارع كتير داخله في بعض كلها، فهو اللي بينظم حركه الشوارع دي علشان كل مثلا عربيه او كل مجموعه من العربيات ماشيه في اتجاه معين تروح للمكان اللي هي عايزاه، او تروح للشارع اللي هي عايزاه في اسرع وقت. تمام. وفي نفس الوقت هي تروح للشارع اللي عايزاه اللي هي المكان الصح. اوكي. تمام. ايه الفرق بقى بين الراوتر والبريدج؟ الراوتر بيفايند the best path and transmit data to the destination. تمام. هو بيختار افضل مسار علشان يبعت الداتا للمكان المطلوب. تمام، زي الجي بي اس كده بيحدد لك اقصر طريق توصل فيه للمكان اللي انت عايزه. اوكي. يبقى الراوتر ممكن نعتبره مش بنقول ان هو، لا، انا بقول لك كمثال للتبسيط. تمام. ان هو يعتبر زي الجي بي اس. الجي بي اس بيعمل ايه؟ انت لما بتقول له عايز اروح المكان الفلاني، تمام، بيجيب لك اسرع واقرب طريق ليك. تمام، عشان يوصلك اسرع للمكان اللي انت عايزه. تمام. والبريدج برضو بيستخدم مسار واحد بين الشبكتين. تمام. البريدج بيستخدم مسار بين الشبكتين، انما الراوتر ممكن يبعت الداتا باكتر من طريق ولاكتر مكان، يعني لاكتر من مكان. جاي على حسب مين اللي محتاج الداتا دي. تمام. يعني مثلا لو عندك كوبري واحد بين منطقتين، ده اسمه بريدج، اللي هو الكوبري. اوكي، نعتبره ان كوبري بيربط بين منطقتين. تمام. اما الراوتر ممكن يبقى عبارة عن شبكة طرق، فبيودي لأماكن كتيرة مختلفة. تمام. تمام. البريدج بيقفل كل المسارات الإضافية. تمام، ويفضل شغال على مسار واحد بس. تمام. بيستخدم حاجة سبيننج اسمها ده تري بروتوكول. تمام. ده بروتوكول بيمنع ان يبقى فيه لوبس في المسارات بتاعة البريدج. اوكي. هو يعني مثلا زي ايه البريدج بيقفل كل الباسز، تمام، ما عدا واحد. تمام. عن طريق بروتوكول اسمه سباننج تري. اوكي. زي ايه مثلا؟ زي
نرجع مثلا تاني للمثال بتاع ضابط المرور. بس انت عندك 3 طرق شغالة، بدل ما تشغل ال3 طرق، انت بتقفل الطريقين وتخلي الحركة في طريق واحد بس. اوكي، هي دي الفكرة بتاعت البريدج. البريدج اسرع من الراوتر، بس هي مش بتعمل عمليات معقده زي الراوتر. زي ما قلنا الراوتر هو highly intelligent device، تمام، هو من اذكى الاجهزه اللي موجوده في ربط الشبكات ببعض. اوكي، البريدج اسرع من الراوتر، بس هو اسرع ليه؟ علشان ما بيعملش complex function زي الراوتر. اوكي، تمام. زي فكده انت الراوتر بيربط اي شبكات ببعض حتى لو مختلفة. دي الميزة بتاعت الراوتر، وانه هايلي انتليجنت برضه. زي ايه؟ زي اللان والوان. تمام. آه نعرف دلوقتي ال اسمه إيه ده، احنا خلصنا السويتش، احنا خلصنا البريدج. نخش على السويتش. تمام، احنا كده خلصنا ايه؟ ال البريدج والراوترز، وعرفنا الفرق بينهم. نخش على السويتش ونعرف الفرق بين السويتش والبريدج. اوكي، السويتش هو بيستخدم انه يربط شبكتين مختلفين ببعض. تمام، يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت البريدج قلت انه بيربط شبكتين محليتين زي بعض، تمام، محليتين وفي نفس النوع مع بعض. انما السويتش بيربط، هو زيه زي البريدج بس بيربط شبكتين مختلفين عادي. تمام، وكمان هو اسرع من البريدج لانه بيشتغل على مستوى، بيشتغل على الهاردوير على طول. تمام، فبيقدر يربط شبكتين مختلفين من نوع ببعض، وبيسمح لاجهزه كتير انها تتواصل مع بعض في نفس الوقت. تمام، تمام. دلوقتي ايه هو الفرق بين السويتش والبريدج؟ السويتش can connect to networks with dissimilar bandwidths. يعني ايه؟ يعني بيسمح ان يبقى في شبكتين مرتبطين ببعض وهما مختلفين في النوع. تمام، تمام. شبكات يعني ايه اصلا؟ شبكات متشابهة وشبكات مختلفة. الشبكات المتشابهة يعني شبكات ان انا متوافقة في نوع الاتصال والبروتوكول. تمام، وده بيخلي الربط بينهم سهل. تمام، باستخدام أجهزة البريدج. دلوقتي البريدج اما اقول لك بيربط شبكتين ببعض، يعني بيربط شبكتين بيستخدموا او متوافقين في نفس نوع الاتصال والبروتوكول. اوكي، ده معنى ان اقول لك شبكتين سيميلر. اوكي، ان يبقى هم بيستخدموا نفس البروتوكولز ونفس نوع الكونكشن. تمام، تمام. فدلوقتي انا بقول لك السويتش بيسمح ان انت تبقى يعني يسمح لك انك تربط شبكتين مختلفين ببعض. يعني شبكة بتستخدم مثلا بروتوكول، وشبكة تانية بتستخدم بروتوكول تاني مختلف. هو السويتش بيسمح ان الشبكتين دول برضو يتوصلوا ببعض بالرغم ان هما بروتوكولز مختلفة. هو دي وظيفة السويتش. اوكي. اول حاجه احنا قلنا البريدج بيربط شبكتين محليتين ببعض، وبيستخدم حاجه اسمها الماك ادرس عشان يحدد الاجهزه. تمام، ويبعت البيانات للمكان الصح. تمام، يبقى البريدج بيبعت الداتا للمكان الصح ازاي؟ عن طريق انه بيستخدم حاجه اسمها ماك ادرس. طبعا الماك ادرس دي مش موجوده في السلايدز، بس انا بقولها لك يعني. تمام. وهي موجوده في الفيديو بتاع الدكتور برضو. اوكي، فالبريدج بيستخدم حاجه اسمها ماك ادرس. تمام، ممكن نعتبره زي الاي بي ادرس كده. بس عشان نفهم بس، الماك ادرس ده دي الطريقه اللي بيحدد بيها البريدج الداتا توصل للمكان الصح. اوكي، هو ابطا شويه من السويتش. اوكي، هي دي الفكره بتاعته، انه ابطا شويه في الاوبريشن بتاعته من السويتش. السويتش طبعا اسرع بكتير من البريدج لانه بيشتغل على الهاردوير دايركت. ممكن يربط اجهزه كتير ببعض جوه نفس الشبكه، ويقدر يربط شبكتين مختلفين ببعض. اوكي، تمام. نخش بقى على الهابس. الهاب ده هو عباره عن ايه؟ هو جهاز بيجمع كل الاجهزه في شبكه واحده. تمام، بس مش ذكي زي السويتش. يعني السويتش فيه يعني حته انتليجنت اكتر من الهاب. اوكي، الهاب بيبعت الداتا لكل الاجهزه حتى لو مش محتاجها، وده بيبطئ الشبكه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي في زي داتا المفروض تتبعت لجهاز معين، بدل ما تتبعت للجهاز ده بس، الهاب بيبعتها لكل الاجهزه. تمام، حتى لو الجهاز ده مش محتاجها. فده بيخلي في لود على الشبكه اكتر، بيخليها ابطأ. تمام. زي كده مثلا هو بيقول لك ايه؟ مثلا زي انت اكنك في ميكروفون في حفله، فلو حد بيتكلم في الميكروفون ده كل اللي في القاعه هيسمعوا حتى لو مش مهتمين هو بيقول ايه. تمام، يعني زي مثلا انك تبقى ناس كتيره حاضره ندوه مثلا ولا حاجه. بعيدا عن التشبيه، بس مثلا ناس كتيره حاضره في مكان معين، في حد
مثلا بيتكلم في المكان ده، تمام، فالكلام كله سمعه، بس مش كله مهتم انه يسمعه. فهمت الفكرة؟ ان الهابس بتخلي الداتا توصل للأجهزة كلها، حتى الأجهزة اللي مش عايزة الداتا دي. تمام. عندنا حاجة اسمها باسيف هاب واكتيف هاب. اوكي. الباسيف هاب هو مجرد وسيط لتوصيل الأجهزة ببعض، تمام. انما الاكتيف هاب ده بيعمل ايه؟ هو زيه زي الباسيف هاب، بس بيقوي ويكلين الإشارة علشان الشبكة تشتغل بكفاءة أعلى. اوكي. فهو بيامبليفاي وبيكلين اب الايه السيجنال. اوكي. علشان يخلي الشبكة او النتورك تشتغل بشكل ايه، بكفاءة اعلى. تمام. وبيقول لك هو ريموتلي مانجد اون نتورك، تمام، بشكل ريموتلي. اوكي. تمام. عندنا حاجة اسمها جيت ويز. الجيت ويز دي عبارة عن ايه؟ هي الجهاز اللي بيربط شبكتين مختلفين ببعض، سواء من حيث التكنولوجي او طريقة السندنج بتاعت الايه، الداتا. تمام. وكمان بيقدر يعمل كونفرت داتا اللي بتستخدم وان بروتوكول فورمات. تمام. compatible with a different protocol. يعني ايه؟ يعني داتا بتستخدم عن طريق فورمات بروتوكول معينة، هو بيقدر يكونفرت الفورمات دي للبروتوكولز المختلفة، بحيث انها تستخدم الداتا دي. اوكي. يعني هو زي مثلا داتا مخصصة انها تستخدم في بروتوكول معين. اوكي. فالبروتوكولز بين البروتوكولز المختلفة دي هتخلي الداتا اللي بتستخدم في بروتوكول سين انه ما يستخدمش في بروتوكول صاد مثلا. اوكي. فلا احنا الجيت ويز ده بيخلي الداتا تقدر تستخدمها بين البروتوكولز المختلفة. اوكي. تمام. الجيت ويز كان بي implemented as a hardware و software او combination of both. يعني الجيت ويز ده نقدر آه، يعني نستخدمه، او يعني نقدر نقول ان هو عبارة عن هاردوير او سوفت وير او الاتنين مع بعض. اوكي. يعني نتعامل معاه على انه السوفت وير وهاردوير في نفس الوقت. اوكي. تمام. تمام. هنا عندنا هنبدأ نتكلم على أنواع النتوركس وكده. اوكي. وبعد كده هنتكلم عن الترانسميشن ميديا والكلام ده. هنبدأ نتكلم عن الأسلاك اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول. يعني لو تفتكروا في الأول كده، تمام، اتكلمنا عن الأسلاك دي، بس ما اتكلمناش عنها بتفاصيل أكتر شوية. في الترانسميشن ميديا أما ناخد ال classification of network based on transmission media، هنبدأ نشوف تفاصيل الأسلاك دي أو الكابلات اللي احنا خدناها في الأول دي. اوكي. تمام. الأول هنا هنبدأ بإيه؟ how many kinds of network، إيه هي الأنواع بتاعة النتورك. أوكي. عندك network based on transmission media. يعني دي تصنيفات النتورك أو التقسيم بتاع النتوركس. أوكي. في نتورك متقسمة على حسب هي وايرد ولا وايرلس. يعني النتورك عبارة عن شبكة من الكابلات ولا وايرلس. اوكي. ولا النتورك وتقسيم النتورك على حسب الجيوغرافي بتاعها، لان ولا وان ولا مان. دي هنعرف التفاصيل بتاعتهم ايه الفرق بين ده وبين ده وبين ده. اوكي. وهنعرف التوبولوجي، النتورك توبولوجي. اوكي. نبدأ نفهم ايه الفيزيكال توبولوجي واللوجيكال توبولوجي والكلام ده. نبدأ نفهمهم واحدة واحدة. أول حاجة classification of network based on transmission media. اوكي. في الأول كده، انت عشان تبعت داتا من كمبيوتر للتاني لازم يبقى فيه الداتا دي محتاجة زي طريق أو زي طريق كده ممكن تمشي فيه إنها يحصل لها send و receive. أوكي. اللينك ده أو الطريق ده اسمه communication channel، تمام، أو communication media. تمام. المين categories of transmission media تبقى اللي عندنا transmission media متقسمة ل guided medium و unguided medium. أوكي. أول حاجة ال guided، دي عبارة عن إنها بتنقل الداتا من خلال الكابل أو الأسلاك السلوك يعني. تمام. من أشهر أنواعها التويستد بير كابل. دي كابلات زي شكلها زي سلك التليفون كده. تمام. وهي مكونة من أسلاك نحاس، عبارة عن سلك نحاس ملفوف حوالين بعض. تمام. تويستد توجذر زي ما بيقول لك. الفيرجنز بتاعتها
الشيلدد تويستد بير والانشيلدد. تمام. او الاس تي بي واليو تي بي. اوكي. الاس تي بي ده كان بيستخدم في شبكات قديمه زي الشبكه اسمها توكن رينج. تمام. توكن رينج نتوركس دي شبكات قديمه، نوع من الشبكات القديمه. اوكي. والانشيلدد ده بيستخدم في الايثرنت نتوركس. تمام. اللي هي الشبكات النتورك زي الايثرنت، زي اللي مثلا بتاخد سلك من الراوتر للجهاز بتاعك. اوكي. الترانسميشن ريت بتاعها بيوصل لحد 10,000 ميجا بت في الثانية. تمام. تمام. الكاركترستكس بتاعتها، الكابلات دي شائعة في إنها توصل الديجيتال سيجنالز. تمام. بسرعة 10 ميجا بت في الثانية. ده نوع من الفيرجنز بتاعتها اللي هو كات 3. ده مش كاتس، دي كات 5 المفروض. دي بتوصل سرعتها ل 100 ميجا بت في الثانية. ولمسافات أكتر من 100 متر. تمام. العيوب بتاعتها الليميتد ان ديستانس، مسافتها محدودة، لأن كل ما المسافة تزيد الإشارة بتضعف. أوكي. وفي نفس الوقت كمية الداتا اللي ممكن تمشي فيها ليها حد معين. أوكي. وطبعا السرعة بتختلف، سرعة نقل الداتا تختلف على حسب نوع الكابل يعني. أوكي. تمام. عندنا الكوكسيل كابل. ده عبارة عن إيه؟ ده كابل زي اللي بنشوفه في كابلات التلفزيون، اللي هو بيبقى الكابل ده كده. ده بنشوفه عشان يجيب الإشارات، اللي هو ده بيبقى الكابل غالبا اللي جاي من الطبق. أوكي. أو اللي هو بيستقبل الإشارات بتاعة الساتلايت. تمام. ده بيبقى الكابل اللي متوصل بالطبق اللي فوق مثلا، اللي بيبقى متركب مثلا على السطح أو في البلكونة، ويوصل لنا مثلا في التلفزيون. أوكي. الكابل ده عموما كان بيستخدم برضه في الإنترنت. وهو عبارة عن سلك معدن ومتحوط بعازل والكلام ده كله. اوكي. ليه نوعين، السنت والسيكنت. تمام. أول واحد ده القطر بتاعه حوالي ربع إنش. تمام. و... واسمه إيه ده، وفليكسبل أو مرن وسهل في الاستخدام. تمام. شبه الكابل بتاع التلفزيون عادي يعني. السيكنت ده قطره حوالي نص انش ومش مرن زي السنت. تمام. وكان بيستخدم، كانوا بيعتبروه زي الايه الباك بون او العمود الفقري للشبكات الكبيرة. تمام. لكنه دلوقتي، يعني دلوقتي ما بقاش شائع زي زمان. تمام. وسرعته كانت بتوصل ل10 ميجا بت في الثانية. اوكي. الابليكيشنز بتاعته التي في ديستريبيوشن. تمام. و... واللانز، كان بيستخدم في اللانز برضو اللوكال اريا نتورك. تمام. واللونج ديستانس تليفونز. تمام. اللي هو انت بتعمل مكالمات آه، تاخد مسافة كبيرة يعني، مكالمة من مكان ما لمكان تاني المسافة بينهم كبيرة جدا. فكان الكوكسيال كابل بيستخدم في المكالمات الهاتفية اللي زي دي، التليفون كول اللي زي دي. عندنا بقى الكاركترستكس بتاعت الكوكسيال كابل. أول حاجة هو يقدر ينقل أنالوج وديجيتال سيجنالز. تمام. يوزبل سبيكترم للأنالوج سيجنالز حوالي 400 ميجا هرتز. وبيحتاج أمبليفاير. تمام. للأنالوج سيجنالز، يعني لكل أقل من كيلومتر عشان تفضل قوية. يعني إيه؟ يعني الامبليفاير ده عموما لو حد عدى مثلا على حلقة الدحيح بتاعة الترانزستور أو كده، أو حاجة شاف حاجة زي كده. المهم الامبليفاير ده هو عبارة عن مقوي للإشارة، مقوي للسيجنالز. أوكي. فكل كيلومتر تقريبا الأسلاك دي بتحتاج يبقى معاها امبليفاير. تمام. علشان تخلي الإشارة قوية. أوكي. وفي نفس الوقت برضه محتاجة الريبيترز اللي احنا خدناها من شوية. محتاجة ريبيترز علشان الديجيتال سيجنالز كل برضو كام كيلومتر كده. تمام. فهي دي الكاركترستكس بتاعت الكوكسيال كابل. تمام. عندنا بقى الفايبر اوبتيك كابل. ده أسرع نوع من الكابلات وبتستخدم اللايت بولسز. تمام. بدل الكهرباء عشان تنقل الداتا، وده طبعا بيخليها أسرع وأقوى بكتير من الأنواع التانية. تمام. بتتصنع من إيه؟ من الجلاس تيوبينج، أو الأنابيب الإزاز أو البلاستيك الرفيعة جدا.
تمام، بتبقى رفيّعة ومرنة، أوكي، وبتوصّل الpulses أو السلايتر، وهي بتبقى lighter than الmetal wire. تمام، هي lighter يعني أخف من الأسلاك المعدنية، أوكي، وفي نفس الوقت هي هشة، تمام، وغالية، أوكي، يعني هي عشان مميزاتها العالية طبعًا فهي غالية، أوكي. الapplications بتاعتها مثلًا في شركات الاتصالات بتستخدمها بدل الكابلات النحاس القديمة عشان توصّل الdata، أوكي، وبرضه في الشركات الكبرى بتستخدمها في شبكاتها عشان تخلّي سرعتها أكبر يعني، القدرة بتاعتها إنها تنقل الdata أسرع يعني، أوكي. طبعًا هي بما إنها حاجة غالية فغالبًا اللي هيستخدمها ناس شركات كبيرة أو منظمات مهمة، وفي نفس الوقت المنظمة دي بتبقى محتاجة حاجة أسرع تنقل بيها الdata أسرع، أوكي. تمام، عندنا الcharacteristics بتاعتها، السعة بتاعتها الcapacity بتاعتها عالية جدًا، أوكي، بتوصل ل2 جيجا بايت، سوري 2 جيجا بت في الثانية، أوكي. الlower attenuation أو اللي هي فقدان الإشارة بتاعتها أقل، أوكي، الsignals بتاعتها ما بتفقدهاش بسهولة، مش زي مثلًا إيه، زي ما كنا قايلين مثلًا الcoaxial كان بيحتاج repeaters وamplifier، لأ هو ولا محتاج ولا ده ولا ده، فهي ما بتفقدش الsignals بشكل إيه، عادي زي الكابلات القديمة أو اللي قبلها يعني، أوكي. آآ زي يعني هي بتستخدم في إنها تنقل data لمسافات بعيدة جدًا من غير ما تحتاج أي حاجة تساعدها، من ولا amplifier ولا repeater ولا الكلام ده كله، أوكي. مقاومة لحاجة اسمها التدخل المغناطيسي أو الكهرومغناطيسي، تمام، وده بيخلّيها مثالية للبيئات الصناعية، وأمان وhigh يعني الsecure بتاعتها high، أوكي، فبتبقى صعب إنها حد يتجسس عليها أو يصدر منها إشاعات أو كده، تمام. آآ يعني هي الأمان بتاعها أعلى بكتير من إيه، من الكابلات النحاس وكده، تمام، تمام. عندنا بقى الunguided transmission media، ده بيعبّر عن طرق نقل الdata باستخدام الmicrowave signals والراديو والinfrared، تمام، الinfrared والراديو والmicrowave signals، إشارات الراديو والmicrowave والinfrared. إحنا هنا المفروض الslide اللي بعد الجزئية دي كانت الclassification of network based on geography، بس الslides مش مترتبة بشكل مضبوط أوي، أوكي. فإحنا الأول عندنا هنخش على الnetwork topology، تمام، بعد كده الجيوغرافي أو تقسيمة النتورك بناء على النطاق الجغرافي بتاعها، أوكي. فأول حاجة النتورك توبولوجي دي عبارة عن إيه؟ دي طريقة ترتيب الأجهزة، أوكي، في الشبكة، دي طريقة ترتيب الأجهزة في الشبكة، تمام، زي أكنك بتعمل خريطة بتمثل إزاي الأجهزة دي متوصلة ببعض، أوكي. ممكن برضو نعتبرها ايه مثلا زي فكرة الفلوت شارت لما بنكتب كود، اوكي، انت بتكتب فلوت شارت، ده عبارة عن ايه، زي مخطط او خريطة بتبين لك ايه بيحصل قبل ايه وايه بعد ايه، تمام، بيعتبر اكنك موصل الفانكشنز كلها ببعضها. هي دي نفس الفكرة برضو بتاعت الايه التوبولوجي، ان انت بتبقى زي خريطة او دليل بيقول لك الاجهزة دي ازاي متوصلة ببعضها في النتورك، تمام. طبعا في physical topology، تمام، وفي logical topology، هنبدأ نعرفهم بالتفصيل واحدة واحدة. أول حاجة الphysical topology، زي إيه، عندنا الباص والستار والرينج وفي أكتر منهم، تمام. أول حاجة عن الباص topology دي عبارة عن إيه، تبقى كل الأجهزة متوصلة ببعض على كابل واحد، أوكي. دي أول حاجة هي simplest physical topology، دي أبسط أنواع التوبولوجيز اللي أبسط أنواع الفيزيكال توبولوجيز، تمام. هي زي ما قلنا هي عبارة عن single cable، تمام، أو كابل واحد، بيبقى متوصل عليه كل الورك ستيشنز، كل الأجهزة، تمام. وبيغطي يعني مساحة قصيرة جدا، أوكي. لأن أي داتا بتسافر على طول الكابل ده، اوكي، وكل الاجهزه بتستقبلها، بس الجهاز المطلوب بس هو اللي بيستخدمها، تمام. زي ما تفتكروا كده، دي حاجه شرحناها قبل كده تقريبا، كان الهب، اوكي. كان نفس الفكره بتاعتها، اوكي. فاول حاجه هي بتكفر shortest amount of distance، تمام، زي ما قلنا each computer shares the same data and address path،
اوكي، كلهم بيبقوا ليهم يعني بيتشاركوا مع بعض في نفس الداتا. طبعا زي ما قلنا الجهاز اللي بيحتاج داتا بس هو اللي بيستخدمها. تمام. في نفس الوقت هم كلهم يعتبر ليهم الايه الادرس باس. تمام. تمام. عندنا اللوجيكال باست توبولوجي. اوكي، ده بيقول لك ان المسج بتتبعت عن طريق او خلال السنجل كيبل. اوكي، وكل ورك ستيشن بيتاكد ان كان المسج الادرس بتاع المسج ده واصل له او لا. يعني هو بيتاكد هو الادرس المطلوب انه يستقبل المسج دي ولا لا. اوكي. تمام. عندنا المميزات والعيوب بتاعة التوبولوجي الباست توبولوجي. العيوب أول حاجة إن هو difficult to add workstation و very expensive to maintain، ولو الكيبل حصل له حاجة السيستم بيكولابس. تمام. انت صعب انك تحط ورك ستيشن. اوكي، في نفس الوقت بيبقى غالي قوي انك تعمل صيانة للسيستم او كده. تمام. زي ما نشوف برضو في الرسمة اللي فوق هنا. اوكي، ده البوستيبولوجي. الديس ادفانتج بتاعته ان ليميت كمبيوترز. تمام، ما بتحطش كمبيوترز كتير فيها، وكمان فيها سكيورتي ريسك. بس المميزات بتاعتها انها easy to install وليس expensive وليس كابلنج. تمام، ان هي ما فيهاش كابلات كتير. اوكي، كلهم يبقوا متوصلين على نفس الكابل. تمام. بس من العيوب برضو بتاعتها ان النتورك بتبقى بطيئة وبيبقى فيه داتا كوليجن. اوكي. تمام. عندنا الستار توبولوجي. هي عبارة عن ايه؟ اكن الاجهزة كلها متوصلة بهاب او الهاب او السويتش ده بيبقى سنترال ديفايس. تمام، تبقى كل الاجهزة متوصلة بالجهاز ده على شكل النجمة، يعتبر كان على شكل نجم. تمام. واي داتا بتتبعت تمام لاي جهاز بتروح الاول الهاب او السويتش ده، وهو اللي بيوديها للجهاز المطلوب. تمام. تمام. عندنا من المميزات بتاعتها انها less expensive من الباس. اوكي. وفي نفس الوقت easy to reconfigure و... وهي اسرع واكفأ عموما من الباس توبولوجي. تمام. لو الجهاز واحد وقع ما بيحصلش مشكلة لباقي الأجهزة. تمام، يعني مثلا احنا لو الجهاز ده فصل أو حصل له أي حاجة، لا بيبقى الجهازين مثلا باقيين شغالين عادي يعني في نفس التوبولوجي. اوكي، وفي نفس الوقت بتبقى سهلة في الإدارة والصيانة وكده. اوكي. من العيوب بتاعتها لو الجهاز المركزي طبعا وقع الشبكة كلها بتقف. بتتكلف اكتر من الباست توبولوجي بسبب ان الكابلات والمعدات بتاعتها اعلى يعني. اوكي. طبعا زي ما هنشوف هنا، طبعا السلايدز مش مترتبة بشكل كويس قوي. اوكي. هي اول حاجة هي موست كومن نتورك توبولوجي، هي من اشهر الانواع المنتشرة في النتورك توبولوجي. طبعا each node is connected to the central device اللي هو الهب او السويتش، وبيخليها easy to add a new workstation، انك سهل انك تحط ورك ستيشن جديده، لان كده كده الورك ستيشن اللي بتحطه بتوصله بالهب على طول. اوكي. طبعا زي ما قلنا each node هنا نود هنا زي ما قلنا في اول الشابتر اي هاردوير متوصل على الشبكه. تمام. آه، زي ما قلنا برضو الهاب هو اللي مسؤول انه يوزع الداتا بناء على الجهاز اللي طالبها. اوكي. هي رخيصة و easy to install الكلام ده كله. هي ممكن تبقى اغلى شوية، هي رخيصة بس في نفس الوقت هي اغلى من الباص نتورك. تمام. اوكي، وزي ما قلنا الهاب لو وقع او حصل له حاجة الشبكة كلها بتقع. الرينج توبولوجي هي عبارة عن ايه؟ كل جهاز بيكون متوصل بالجهاز اللي قبله وبعده. اوكي، بيعملوا دايرة على بعض كده مقفولة. تمام، يعني زي ما هنشوف في أول في الرسمة اللي فوق دي كده، هي دي رينج توبولوجي. كأنك داخل لوب، كل الجهاز متوصل لبعضه في سلك قبله وفي سلك بعده. تمام. البيانات بتتنقل في اتجاه واحد أو اتجاهين حسب نوع الشبكة. تمام، وهي تعتبر شبه الباست توبولوجي يعني شوية. هي لو جينا هنا هنشوف شرحها في المكتوب هنا. هي ثانية واحدة. تمام. يعني بيقول لك هي similar to bus network. تمام. but ends of network in a ring topology come back around a the first node. تمام. ان نهاية الشبكة هي بداية الشبكة يعتبر كده، لأنها عبارة عن لوب. اوكي. من المميزات بتاعتها ان مفيش داتا كوليجن طبعا زي الباس نتورك زي الباس توبولوجي. لان مفيش داتا بتتنقل في مسار ثابت. اوكي، لو ناخد بالنا هنا انت الداتا ممكن، يعني لو ده اللي بيودي للسورس ده، اوكي، بيوديها كده او هيوديها كده. تمام، ليه مسار ثابت هيمشي فيه، فمش هيحصل داتا كوليجن، مش هيحصل تصادم في الداتا او كده.
تمام. لو مثلا لو فرضنا ان ده بيودي الداتا هنا وفي نفس الوقت ده بيودي الداتا هنا، هيلاقي ان الداتا اللي مثلا اللي جايه من هنا، هتلاقي ان في داتا جايه لها من هنا، فهتلاقي المسار ده مشغول، تقدر تروح للمسار التاني ده. اوكي، فبالتالي مش هيبقى في داتا كوليجن. اوكي، وطبعا هيبقى في سرعه نقل اعلى. اوكي. ده طبعا لو كانت من النوع اللي بينقل من خلال اتجاهين يعني. تمام. تمام. ف دي المميزات بتاعتها، وانك سهل انك تركب فيها سوري. طب من الصعب انك تركب فيها اجهزة تانية. تمام. ليه؟ هي طبعا العيوب مش موجودة فيها، بس انت لو او جيت مثلا تبص على شكل الشبكة كده، انت علشان تحط جهاز جديد او ورك ستيشن جوه الشبكة صعب. ليه؟ انت لازم تفصل الشبكة كلها. ليه؟ انت هتحط الجهاز الجديد هتحطه فين؟ هتحطه جوه يعني بين سلكين. تمام. فانت محتاج الاول تشيل الجهاز ده، بس طبعا لما تشيل الجهاز ده دي نتورك كلها ببعضها. تمام. فانت هتلاقي ان النتورك دي كلها انت فصلتها اول ما تشيل الجهاز ده مثلا. فانت الجهاز ده هيبقى مثلا هو اللي متوصل بالجهاز ده، وهتحط الجهاز الجديد جنبه هيتوصل بيه، والجهاز الجديد ده لسه هيتوصل بالجهاز ده. فاهم؟ فانت في مشكلة كبيرة، وانك عشان تكبر الشبكة، يعني الشبكة لما بتعملها غالبا صعب انك تكبرها. اوكي، لازم تفصل الشبكة وترتبها من تاني بشكل مختلف وهكذا. تمام. طبعا زي ما قلنا برضو من مميزاتها انها سهل انها يتعمل لها انستوليشن، والاقل في الكابلات المستخدمة. عندنا حاجة اسمها مش توبولوجي. تمام. هي موجودة تحت ولا لأ؟ هي مش موجودة تحت. تمام، مش موجودة هنا، بس هي مشروحة فوق في كرسمة. فأنا أعرفها الأول. المش توبولوجي دي عبارة عن إيه؟ كل جهاز متوصل بكل الأجهزة اللي موجودة في الشبكة أو بعضها. يعني الجهاز ده ممكن متوصل بالتلات أجهزة الباقيين، أو ممكن يبقى متوصل بجهازين بس. تمام، او ممكن يبقى متوصل بجهاز بس على حسب. تمام، على حسب نوعها، واحنا ما عندناش نوعها اصلا، ما عندناش تفاصيل عنها. غير انها بس الرسمتين دول بس. ايه، لو عايز تفاصيل اكتر موجوده في الملزمه يعني، بس ما عندناش تفاصيل زياده يعني. عندنا مش هقول لك الفول مش والبارشال مش والكلام ده. تمام، ممكن تقراها من الملزمه لو حبيت، بس ايه، تتوسع اكتر في التفاصيل، انما مش لازم اقول التفاصيل كلها عشان ما لخبطكوش بس. تمام. من مميزاتها انها البرايفسي والسكيورتي بتاعتها اعلى. تمام. لان لو الكابل وقع تقدر تمشي في مسار تاني. تمام، تقدر تمشي من جهاز لجهاز، من حته لحته عشان توصل للتارجت بتاعها. تمام. طبعا مفيش ترافيك بروبلمز، ليها مسارات كتير الداتا تمشي فيها. اوكي، فمش هيبقى في مشكله في ازدحام الداتا، مش هيبقى في داتا كوليجن. العيوب بتاعتها انها مكلفه. تمام. بسبب ايه؟ بسبب كمية الأسلاك اللي موجودة والكابلات دي كلها توصيلات مكلفة، وفي نفس الوقت difficult to installation. يعني سهل إنك تعملها أصلا لأنها معقدة جدا وإدارتها تبقى صعبة. أوكي، بس هي ليها مميزات برضه. أوكي. طبعا أنا بيقول لك الديفايسز مثلا أربعة، اللينك لكل ديفايس، كل ديفايس مثلا ممكن يطلع فيه منه بالكتير تلات أسلاك. ليه؟ لأن الجهاز ده يعني اكتر حاجه هيتوصل بيها كل الاجهزه، كل الاجهزه مثلا هنا ايه، هنا تلاتة، فهيطلع تلات اسلاك. تمام. التوتال لينكس كل جهاز هيطلع منه تلاتة وهم اربعة، فيبقى تلاتة في اربعة دول هيبقوا ايه، 12. تمام. يعني دي بس معادله بسيطه، بس لو بالفهم سهل تعملها يعني. بس هي مختصرينها هنا في الايه، في ال في القوانين يعني. تمام. تمام. عندنا بقى الايه، اللوجيكال نتورك توبولوجي. تمام، احنا خدنا الفيزيكال توبولوجيز، نخش على اللوجيكال نتورك توبولوجي. تمام. ايه اللوجيكال نتورك توبولوجي؟ دي الطريقه لنقل البيانات، اللي دي الطريقه اللي اوريدي بتحصل لنقل البيانات. تمام. ان الشبكه من بره او ظاهريا ممكن تبقى باين انها ايه، فيزيكال، بس في الحقيقه طريقه الداتا فلو جوه لوجيكال. تمام، ودي حاجه تانية مختلفه. تمام. عندنا البير تو بير او البي تو بي. دي ازاي شغالة؟ كل جهاز بيبقى متصل بالشبكة ليه نفس الصلاحيات، ومفيش سيرفر بيتحكم في التاني. تمام. مفيش سيرفر ليه صلاحيات انه يتحكم في التاني او كده. تمام. كل جهاز يقدر يخزن الداتا بتاعته ويسمح للأجهزة التانية انها تاخد منه، يعني هو اللي بيسمح للأجهزة بتاعته انه ياخد الداتا منه او ينقلها او كده. تمام. وبرضه يسمح انه مثلا لو عايز يستخدم البرينتر بتاعته او الفانكشنز اللي عنده او ايا كان، يعني كل جهاز بيدي الصلاحيات اللي يقدر يديها هو. تمام. تمام. يعني كان مثلا الاجهزه اللي جوه الشبكه دي دول صحابك. تمام. خدت كل واحد فيكم بيشارك معلوماته مع التاني او بيشارك ارائه مع التاني. تمام. بس ما فيش حد فيكم
ليه السلطة أو الإدارة على حد عليكم. تمام، كلكم بتشاركوا، كل واحد مستقل بذاته، وفي نفس الوقت كل واحد بيشارك مع الباقيين اللي عنده. تمام. من الادفانتجز بتاعتها ايه او المميزات؟ انها سهلة ورخيصة ومناسبة جدا للشركات الصغيرة واللي مش غالية والسيمبل البسيطة. تمام، زي المكاتب الصغيرة او كده. زي ما قلنا، كل جهاز ايكوال في النتورك ومستقل بذاته، مفيش جهاز ليه رول على التاني او ليه انه يتحكم في التاني، او مفيش جهاز رئيسي مسؤول عن الشبكة كلها. تمام، لكل الاجهزة زي بعضها. والريسورسز شيرد النتورك، كل الموارد مشتركة، يعني بتتشارك بسهولة. تمام، اي جهاز يقدر يشارك الداتا اللي عنده او البرينترز او كده. تمام. عندنا في اللوجيكال نتورك توبولوجيز مانجمنت ميثود، او طريقة آه، إدارة، يعني طريقة الإدارة. أوكي. من طرق الإدارة دي عندنا الكلاينت سيرفر نتورك. دي أكنك تمام داخل مطعم، تمام، وفي شيف وفي زباين. تمام، الشيف ده ممكن نعتبره السيرفر، والكلاينتس دول الزباين. فأنت كسبون بتروح تطلب من الشيف أو من الشخص اللي بيعمل لك الأكل، تمام، إنه يقدم، إنه يجهز لك الأكل اللي أنت عايزه. والشيف هو اللي إيه، هو اللي بيجهزه لك مثلا ويقدمه لك وكده. تمام. هو ده بالظبط الايه، الكلاينت سيرفر نتورك. هي شغاله ازاي؟ اول حاجه، السيرفر اولا هو ايه، هو الجهاز المسؤول عن ان هو اللي بيقدم لك الخدمه، هو اللي بروفايد السيرفيس. تمام. زي تخزين الداتا او الطباعه او الانترنت او الايميلز او كده. تمام. العميل او الكلاينت هو الاجهزه اللي بتطلب اللي بتريكوست الخدمه من السيرفر، زي الكمبيوترز اللي بيستخدمها الموظفين في الشركه. تمام. يعني لو عندك شبكة، تمام، السيرفر هو اللي بيخزن الداتا وبيعمل مثلا حسابات لليوزر. تمام، هو اللي بيتحكم في الشبكة. تمام. الموظفين او الكلاينتس دول اللي بيتصلوا او اللي بيبقوا متوصلين بالسيرفر علشان هو اللي يقدر يوصلهم بالداتا اللي بيستعملوها او كده. تمام. عندنا حاجة اسمها سيرفر بيزد نتورك. تمام، ده عبارة عن ايه؟ مثلا الشبكة، في الشبكة دي السيرفر بيبقى هو المسؤول عن ان هو اللي بيدير الداتا فلو وال اسمه ايه ده، والابلكيشنز والريسورس. تمام، وهو اللي بيبروفايد الاكسس تو ريسورس ريكوايرد باي ذا كلاينت. يعني الكلاينت اللي محتاج انه ياكسس على الريسورس هو اللي بيسمح له انه ياكسس عليها. تمام. تمام. في اسمه ايه ده، زي ما قلنا برضو السيرفر هو هنا اللي بيقدر يكنترول على النتورك سكيورتي. تمام. اسمه إيه ده، عندنا الكلاينت بيزد نتورك. ده بدل ما يبقى فيه سيرفر واحد مركزي، ده بيبقى ايه، الخدمات بتبقى متوزعة على اكتر من جهاز. تمام، فبعض الاجهزة بيكون سيرفر لبعض الخدمات، وفي نفس الوقت بيكون كلاينت الخدمات التانية. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي عندي شركة سيارات مثلا، او شركة صناعة سيارات، وفي نفس الوقت الشركة دي جواها آه، جواها أقسام كتير. قسم مثلا لصناعة الإكسسوارات بتاعة العربيات، قسم لصناعة الطارات، قسم مش عارف وفي قسم جوه الشركة دي برضو مثلا الدهانات وإن هو يغير لون العربية أو حاجات في شكلها أو يعدل عليها أو كده. تمام، فشركة كبيرة جدا وفي نفس الوقت جواها تفاصيل كتيرة جدا. تمام، فيها أقسام كتيرة وجوا القسم الواحد في تفاصيل كتير. تمام، فلو أنا بس بتعامل مع الشركة على إنها كلها كيان واحد، تمام، فده كده اكني بتعامل مع ايه، السيرفر بيز نتورك. تمام. انما بقى في الكلاينت بيز نتورك انا بعمل ايه، انا اكني بفصل الاقسام اللي جوه الشركه دي عن بعضها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا بدل ما هيبقى عندي الاقسام دي كلها جوه الشركه، لا، انا بقسمها لفروع بره. تمام، والفروع دي كلها سيرفر لخدمات. يعني مثلا انا عملت فرع للايه، للتعديل على العربيه او كده، ده يعتبر سيرفر لخدمه التعديل. تمام. عملت مثلا ايه، فرع اللي بيصنع الطارات والكاوتشات، فده مسؤول ايه، ده سيرفر عن خدمه الكاوتشات. اوكي. طب تمام، دلوقتي انا مثلا ك ك
القسم اللي مثلا ايه مسؤول عن صناعة هيكل العربية. اوكي. علشان العربية بقى تكمل وتحط فيها الكاوتشات، فانا محتاج اروح للفرع بتاع الكاوتشات. انا هي نفس الشركة، بس انا في واحد بالنسبة لي، انا الكلاينت بالنسبة له وهو السيرفر بالنسبة لي. انا اللي بريكوست منه حاجة وهو اللي بيبروفايد الايه، او هو اللي بيديني الحاجة اللي انا محتاجها. تمام. فاللي بيديني الحاجة اللي انا محتاجها ده السيرفر، اللي بيطلب الحاجة اللي هو محتاج حاجة وبيطلبها ده الكلاينت. اوكي. فعشان كده بنقول ان ممكن يبقى السيرفر يبقى بتتقسم السيرفر الكبير ده اكننا قسمناه لسيرفرات اصغر. تمام. وكل سيرفر بيقدم خدمات معينة، وفي نفس الوقت كل سيرفر بيبقى كلاينت للسيرفرز التانية لخدمات تانية. اوكي. وفي مقارنة لطيفة كده هتلاقوها موجودة في ايه، في في الملزمة، يعني هتلاقوا صورتها في الملزمة. اوكي. كده احنا خلصنا اللوجيكال نتورك توبولوجيز. فاضل لنا هنا البروتوكولز، كوميونيكيشن بروتوكولز. وقبلها عندنا هنا الايه الحته اللي احنا فوتناها بتاعه الكلاسيفيكيشن اوف نتوركس بيزد اون جيوغرافي. تمام. في الجزئيه دي بقى بنبدا نتكلم عن ايه، عن تقسيمة الشبكات، ازاي الشبكات بتتقسم حسب الايه، المساحة اللي بتغطيها. تمام. او المساحة الجغرافية اللي بتغطيها الشبكة، عن طريقها بنسميها وبنصنفها. تمام. فعندنا 3 انواع: اللان والوان والمان. تمام. اول حاجة اللان او اللوكال اريا نتورك، دي بتكون في مكان صغير. تمام. دي بتغطي مساحة صغيرة. اوكي. بتبقى عبارة عن شبكة بتغطي مساحة صغيرة. تمام. زي ايه؟ زي مثلا البيت او كام مبنى جنب بعض ولا حاجة. دي ممكن تبقى دي كده شبكة صغيرة. اوكي. عندنا الوان. تمام. دي شبكة بتكون واسعة جدا. تمام. بتربط أماكن بعيدة جدا ببعض. تمام. ممكن تبقى بتربط مدن أو دول كمان ببعض. اوكي. فالوان دي أكبر يعني أكبر شبكة من 3 أنواع بتاع الشبكات. تمام. يعني أكبر تصنيف في الشبكة، إنها دي أكبر مساحة ممكن تغطيها. تمام. اللان أصغر واحدة. المان بقى دي بقى اللي بينهم. تمام. أكبر من اللان وأصغر من الوان. تمام. آه، دي عبارة عن إيه؟ دي بتربط مثلا شبكة مدينة ببعض أو منطقة معينة. تمام. أو ممكن زي مثلا إنها تربط شبكة النت في جامعة كبيرة. أوكي. هي دي المان، أو عشان كده مصنفينها إنها إيه، أقل من الوان وأكبر من اللان. تمام. يعني مثلا لو الشبكة اللي في البيت أو في المكتب ممكن نسميها لان. تمام. إنما لو في شبكة بتربط فروع الشركة، يعني لو شركة ليها فروع في بلاد مختلفة مربوطين كلهم ببعض، دي اسمها إيه؟ وان. تمام. او الوايد اريا نتورك. اوكي. وفي عندنا الايه، المان دي بقى الايه، بتربط ممكن مناطق قريبة من بعضها. تمام. او منطقة معينة ببعضها. اوكي. تمام. كده بقى خلصنا جزئية الايه، هي الكلاسيفيكيشن اوف نتورك بيزد اون جيوغرافي. انا بقى نتكلم عن جزئية البروتوكولز. طبعا اللي مش فاهم يعني ايه بروتوكول اصلا يرجع للشابتر اللي فات كنت شارحها فيه. اختصارا عشان ما نطولش فيها، البروتوكولز هي مجموعة من القواعد. تمام. اللي بتنظم طريقة الترانسميتنج داتا بين الأجهزة. اوكي. طريقة السندنج والريسيفنج بتاعت الداتا بين الأجهزة. اوكي. البروتوكول هو اللي بينظم الحركة دي. تمام. لو مش فاهمينها أوي رجعوا للشابتر اللي فات لأن أنا كنت شارحها بالتفصيل. عندنا اول حاجه طبعا زي عشان بس ما نكروتهاش قوي، هي البروتوكول بيحدد خطوات التواصل بين الاجهزه. تمام. يعني مين اللي هيبعت ايه ومين هيستقبل ايه وايه الحاجه اللي هيستقبلها وكده. هو بقى اللي بينظم فكره الاستقبال والارسال للداتا. تمام. بالاجهزه من اول ما يعني في جهاز يطلب داتا من جهاز تاني، او جهاز يبقى ايه، بيبلغ جهاز تاني انه هيبعت له داتا. فمن اولها كده البروتوكول بيبدأ يخش في الموضوع. هو بينظم بقى الفكرة بتاعت الايه، الداتا ترانسميتنج. تمام. تمام. عندنا الانترنت ستاندردز دي اللي بتشوف القدرة بتاعت السيستمز انها تشغل الانترنت وتعرف البروتوكولات. تمام. السيرفيس او الفرق بين السيرفيس والبروتوكول، ان السيرفيس دي الخدمه او الحاجه اللي البروتوكول بيقدمها لي. تمام. يعني مثلا عندي انواع بروتوكولات مختلفه هنا. اوكي. وطبعا في بروتوكولات احنا خدناها قبل كده في الشابتر اللي فات. فالبروتوكولات دي هي طبعا زي ما قلنا هي القواعد اللي بتنظم الترانسميتنج داتا، وفي نفس الوقت هي بتقدم لنا السيرفيس. تمام.
فكل بروتوكول ليه الخدمه اللي بيقدمها لنا. اوكي، فالخدمه دي الحاجه اللي البروتوكول بيقدمها، او الحاجه اللي الابلكيشن اللي بيقدمه البروتوكول بين الاجهزه عشان يتواصل بين الاجهزه. تمام. تمام. يعني مثلا زي ال HTTP ده بروتوكول، بس الخدمة اللي بيقدمها هي إن إحنا نتصفح الإنترنت. أوكي. مثلا ال FTP ده بيقدم، ده بروتوكول بس بيقدم فكرة نقل الملفات، نقل الفايلز بين الأجهزة وبعضها. أوكي. فهي دي الفكرة، الفرق بين البروتوكول والخدمة. تمام. عندنا ايه الفيتشرز اللي بيقدمها البروتوكول. البروتوكول بتحدد شوية حاجات مهمة عشان الشبكة تشتغل كويس، زي ايه؟ زي يكون في مجموعة قواعد محددة، زي يكون في رولز بين الأجهزة وبعضها عشان الأجهزة كلها تتفق عليها، ويبقى يعني كل بروتوكول ليه الرولز بتاعته اللي بيمشيها على الأجهزة. اوكي، عشان يبقى في نظام بين في الداتا ترانسميتنج. تمام. تمام. هو اللي بيعرف طريقة فهم هو اللي بيفسر او بينتربريت السيجنالز. طبعا انتوا عارفين انتربريت جاي من انتربريتر، اللي هو اللي بيوازي الكومبايلر في بعض اللغات. تمام. الانتربريتر زي اللي في البايثون وكده. فهو اللي بيفسر السيجنالز للاجهزه. تمام. هو اللي بيحدد ازاي الاجهزه تفهم الداتا اللي جايه، اللي بتتنقل من بينها وبين بعضها. تمام. وفي نفس الوقت هو بيحدد الأجهزة اللي على الشبكة. بيحدد كل جهاز على الشبكة يكون ليه عنوان واضح. تمام. بيكون ليه اي بي ادرس. هو اللي بيحدد البروتوكول، هو اللي بيحدد الاي بي ادرس بتاع الأجهزة اللي على الشبكة. تمام. هو برضو اللي بيحدد بدء وانتهاء النتورك كوميونيكيشن. تمام. يعني هي اللي بتحدد ازاي الكوميونيكيشن يبدأ وينتهي بين الأجهزة على الشبكة. تمام. هو برضو اللي بيدير فكرة الايه، الداتا او الانفورميشن اكسشينج. تمام. كروس نتورك ميديم، اللي هو طريقه تبادل الانفورميشن بين الاجهزه. هو اللي بيتحكم في طريقه السندنج والريسيفنج بين الاجهزه. تمام. عشان يضمن السرعه والكفاءه العاليه. وفي نفس الوقت هو اللي بيتشيك الايرورز في الداتا اللي بتتبعت. تمام. لو الداتا حصل فيها ايرور او حاجه في طريقه النقل، البروتوكول هو اللي بيكتشف ده وبيحاول يصلحها. اوكي. نبدأ بقى نخش على الأمثلة بتاعت البروتوكولات. ال DNS عندنا ده احنا شرحنا المرة اللي فاتت. هو بيحول أسماء المواقع اللي كتبناها ل IP address يفهمها الكمبيوتر زي ما قلنا. اللي هو انت بدل ما تحفظ ال IP address بتاع الموقع، وده طبعا حاجة شبه مستحيلة ان انت تحفظ IP address بتاع كل المواقع علشان لما تيجي تطلب موقع تكتب ال IP address بتاعه. فال DNS او ال Domain Name Service دي بيقول لك انت تكتب بس اسم الموقع، وهو يحدد ال IP address عشان يوديك على الموقع اللي انت عايزه بالظبط. تمام. تمام. عندنا مش همشي أوي بالترتيب، نبدأ بس بالحاجات التانية. عندنا ال HTTP وال HTTPS. ال HTTP ده بيستخدم علشان ينقل صفحات الويب من السيرفر للبراوزر. اوكي. وهو اللي بيستخدم عشان ياخد الدوكيمنت من كمبيوتر لكمبيوتر تاني. تمام. ال HTTP وال HTTPS هما الاتنين نفس الشيء، بس ال VS زي ما قلنا بيبقى فيه تشفير اكتر وسكيورتي اعلى. تمام. بس دي الفرق بينهم، مفهومش اي تفاصيل تانية. هو بالظبط ال HTTPS هو HTTP بس فيها security اعلى. تمام. عندنا ال FTP او الفايل ترانسفير بروتوكول. ده الايه ده البروتوكول اللي بيستخدم عشان ننقل الفايلز بين الجهازين. تمام. على النت. اوكي. هو اللي بيستخدم ان يبقى فيه ايه، بيبقى فيه move the named file from one computer to another. تمام. من غير ما يبقى فيه تشفير، لان هو ال FTP مش موجود فيه تشفير، مفيش security فيه. تمام. في ايه تاني عندنا؟ عندنا ال ARP او ال Address Resolution Protocol. ده بيستخدم المابس او عشان يربط العنوان الاي بي بعنوان ماك في الشبكة. هو بيستخدم عشان يعمل ده. تمام. يعني انت عندك في حاجة عندنا اسمها اي بي ماك ادرس واي بي ادرس. تمام. هو بيستخدم علشان يربط الاي بي ادرس بعنوان الماك ادرس الخاص بالجهاز اللي في الشبكة. اوكي. تمام. عندنا ال SCP او ال Secure Copy. ده زي ال FTP بالظبط. يعني ال SQB ال SCP سوري. ده زيه زي ال FTP بالظبط، لكنه بيبقى مشفر اكتر. تمام. يعني
هو بيقول لك so this is safe، تمام، unlike ال FTP. ال FTP زي ما قلنا هو بينقل الفايلز بس من غير تشفير. ال SCP هو بيعمل زي ال FTP بالظبط بس بيبقى فيها تشفير. اوكي، تمام. عندنا ال ICMP او الانترنت كنترول مسج بروتوكول. ده بيستخدم علشان يراقب الشبكة ويبعت نوتيفيكيشن لو في اي ايرورز او كده. اوكي، وبيشمل البنج. تمام، هو بيبقى جواه البنج اللي بيستخدم عشان يختبر سرعة الاتصال او الكوميونيكيت بين الجهازين. تمام. البنج ده هو زي ما نقول هو سرعة الاتصال. اوكي، سرعة الاتصال على الشبكة. تمام. فهو بيحتوي البنج هو جواه البنج ده خاصية البنج. تمام. وزي ما قلنا هو بيستخدم علشان يكنترول الفلو اوف داتا النتورك. هو بيتحكم في المرور بتاع الداتا على النتورك. تمام. وريبورتنج ايرور، لو بيدينا اي ايرور بيعرفنا لو في ايرور في الداتا او كده بيعرفنا انه في ايرور. تمام. تمام. عندنا الفينجر بروتوكول ده بيستخدم عشان يستفسر عن المعلومات بتاعت اليوزرز. تمام، على جهاز معين. اوكي، هو اللي بيأسك الهوست لو هو يعرف حاجة عن عن اليوزر نيم او كده. تمام، هو بيستفسر علشان هو اللي بيستخدم عشان يستفسر على المعلومات بتاعت اليوزرز. تمام، على جهاز معين. اوكي، يعني لو عايز تعرف اذا كان في شخص معين اونلاين مثلا او حاجة او عمل لوجن، او اخر مره عمل لوجن فيها، بتستخدم الفينجر بروتوكول ده. هو كان شائع زمان لكنه دلوقتي مش مستخدم كتير لان السكيورتي بتاعته قليله. اوكي. في التلنت والاس اس اتش ده عباره عن ايه؟ ده بيوصلك بسيرفر عن بعد. اوكي، لكنه مش مشفر. تمام، هو اللي بيخليك تقدر تلوجن على سيرفر. تمام. بس من غير تشفير. اوكي. الاس اس اتش هو زيه زي التلنت لكنه بيشفر الداتا عشان يبقى هو الامان بتاعه اعلى. اوكي، يبقى كده التلنت والاس اس اتش زي بعض، والاس اس اتش هو الايه اللي فيه سكيورتي اعلى. برضو عندنا هنا الاس سي بي. تمام. زيه زي الاف تي بي بس الاس سي بي في سكيورتي اعلى، في تشفير. نفس الفكره برضه الاتش تي تي بي اس والاتش تي تي بي نفس بيعملوا نفس الحاجه، بيعملوا نفس الخدمه. بس الاتش تي تي بي اس مشفر اكتر. اوكي، تمام. اللي انا سبته فوق ده انا مش سايبه، انا هرجع له تاني. اوكي. عندنا الاس ام تي بي. اوكي، الاس ام تي بي ده عباره عن ايه؟ ده الاس ام تي بي والبوب والاي ماب ده. تمام. الاتنين دول يعتبر الايميل بروتوكولز، ثلاثة بيشتغلوا على الايميلز. تمام. الاس ام تي بي ده بيستخدم علشان بس يبعت ايميلز. تمام، سند وفورورد انترنت ايميل بس. تمام، هو سيمبل خالص عشان كده هو اصلا سيمبل انترنت ميل ترانسفير بروتوكول. تمام، فالاس اللي فيه اصلا دي اختصار لسيمبل يعني. تمام. البوب او البوست اوفيس بروتوكول ده بينقل الايميلات من السيرفر. اوكي، بياخد الكوبيز الميل فروم سيرفر تو لوكال اي بي سي. بياخد الايميلات من السيرفر للجهاز ويمسحها من السيرفر. اوكي، تمام. الاي ماب او الانترنت ميل اكسس بروتوكول ده بديل للبوب. تمام. لانه هو بيخلي الايميلات تفضل على السيرفر عشان توصلها من اي جهاز. تمام، توصل لها من اي جهاز. تمام. هو بيخلي يعني هو زيه زي البوب بس ايه، بيخلي الايميلز تفضل موجوده في السيرفر. تمام. تمام. يعني الاي ماب والبوب الاتنين بيأدوا نفس الوظيفة، بس ده النسخة اللي بياخدها بيمسحها من السيرفر. ده ممكن ينقل النسخة بس ما يمسحهاش من السيرفر. اوكي، تمام. يبقى كده زي ما قلنا عندنا في حاجات متشابهة مع بعض زي التلنت والاس اس اتش. عندنا الاس سي بي والاف تي بي والاتش تي تي بي اس والاتش تي تي بي. تمام. وعندنا هنا الاس ام تي بي والبوب والاي ماب التلاتة شبه بعض. اوكي، تمام. عندنا بقى نرجع بقى للان ان تي بي. تمام. ده بيستخدم عشان ينقل اخبار على النت. اوكي، وهو نظام قديم يعني شبه المنتديات والكلام ده كله. تمام، زي الجروبات الاخباريه اللي بتنقل فيها الاخبار بين المشتركين من غير ما يبقى في موقع ويب. اوكي. يعني دي مش محتاجه ان يبقى في موقع، يبقى في ويب سايت يعني. تمام. عندنا ايه تاني؟ احنا قلنا دول. تمام. كده فاضل الايه، الاي جي ام بي.
صح كده تقريبا احنا قلنا كله، فاضل الاي جي ام بي. الاي جي ام بي ده بيستخدم علشان يعمل مالتي كاستنج. تمام. هو this process called multi casting اللي هي ايه؟ لما يبقى في هوست عايز يسند داتا لكذا ديستنيشن هوست. تمام. هو في هوست عايز يبعت لكذا جهاز. تمام. الجهاز واحد عايز يبعت مجموعة بيبعت داتا لمجموعة من الأجهزة في وقت واحد. اوكي. فزي هي دي فكرة المالتي كاستنج اللي هو او البث المباشر يعني. اوكي. لما في مثلا يبقى في فيديو ستريمينج، او بيقول لك في اكزامبل ان ستريمينج فيديو او اوديو، فانت مثلا حد فاتح بيستريم على اليوتيوب ولا حاجة، فالسيرفر بيبعت الفيديو لعدد كبير من الناس من غير ما يرد عليهم واحد واحد. تمام. يعني السيرفر بيبعت الفيديو ده مثلا الناس المهتمة المحتوى زي كده. اوكي. فهو بيسند الداتا اللي عايز يبعتها لكذا ديستنيشن. اوكي. تمام. فبس احنا كده خلصنا البروتوكولز، مفيش بروتوكولات تانية. الإجابات بتاعت السلايد اللي هنا هتلاقوها في الملزمة برضو. تمام. وفي إجابات الكتاب برضو هتلاقوها موجودة في الملزمة. تمام. فكده احنا خلصنا. أعتقد إن مفيش حاجة تانية تتشرح خلاص في الشابتر، بإذن الله تبقوا فهمتوه بشكل كافي، ومبقاش في حاجة صعبة. جزئية البروتوكولز هي الفهم اللي فيها قليل، ما فيهاش حاجات فهم كتير، بس هتحفظوها وتعرفوا تفرقوا بينهم زي ما قلت لكم. اعملوا مقارنات بينهم، بين كل حاجات يعني البروتوكولز اللي شبه بعض الأحسن تعملوا مقارنة بينهم علشان تسهلوا الحفظ بتاعها. اوكي. تحطهم كده مثلا في جداول أو حاجة وتحطوا مقارنة بينهم. تمام. بإذن الله الشابتر يبقى خفيف عليكم، وبإذن الله تبقوا فهمتوه. طبعا لو حد عنده أي سؤال يبعت لي. اوكي. وممكن تبعتولي او تكتبوا في الكومنتس يعني. تمام. زي ما قلت الملزمه هسيبها لكم في الايه، في الدرايف اللي هيبقى في الديسكريبشن يعني. اوكي. فرمضان كريم عليكم، معلش نسيت اقولها لكم في الاول. فكل سنه وانتم طيبين، وباذن الله تستفيدوا، وباذن الله نخرج من الكورس ده فاهمين الماده كويس وحابينها وكمان نقدر نحل كويس في الامتحانات بتاعتها. خلاص كده، والسلام عليكم.